لو انت فاكر ان جوجل عارف كل حاجة وهو نهاية المطاف في الانترنت، فحب اقول لك ان انت طيب قوي، عشان اوبن اي اي اعلنت عن متصفح عبقري هيغير مسارات البحث والانترنت في العالم للابد. لعبوا في الثوابت وشكلها كده هتقعد جوجل في بيتها، والعبقري ده اسمه شات جي بي تي اطلس. وده يا سيدي اول متصفح بيشتغل بالذكاء الاصطناعي بشكل كامل. تخيل كده ان انت تفتح النت ولقيت العبقري ده قاعد جنبك بيقرا معاك بيفهمك ويرد على كل سؤال انت بتساله. كفايه ان اقول لك ان شات جي بي تي عايش جوه متصفح اطلس، يعني تفتح صفحه مقاله، اعلان، منتج على امازون، هو يقراها في ثانيه ويلخصها لك ويقارن لك الاسعار ويجاوبك على طول من غير ما يطلع لك نتائج بحث زي جوجل. يعني مش محتاج من الاخر تتحرك من الصفحه نفسها. يعني ببساطه مش لازم تنسخ الحاجه وتروح لشات جي بي تي وتساله وترجع تاني للصفحه عشان تكمل البحث بتاعك. وفي ميزه بقى اللي هتعمل دوشه للناس كلها، وهي الايجنت مود. يعني تقدر تقول له رتب لي كده رحله لاوروبا الشهر الجاي بارخص سعر، او قارن لي بين الايفون والجالكسي. هو هيشتغل لوحده ويجمع لك كل حاجه في تقرير جاهز. ولو انت بتدور على حاجه على امازون مثلا او عايز تشتري حاجه، هتلاقي الماوس بيتحرك لوحده وبيختار لك الاختيارات وبيبتدي يقارن لك ما بينهم. والميزه اللي عجبتني قوي في اطلس هي الخصوصيه. الموضوع في ايدك، ممكن انت اللي تختار ايه اللي يتبعت للسيرفر وايه اللي ممكن يفضل على جهازك. يعني دلوقتي ممكن تستخدم الاي اي وانت مطمن 100%. دلوقتي اطلس شغال كتجربه مبدئيه على الماك او اس، وقريب جدا هينزل للويندوز والموبايلات. وده يا معلم معناه ان احنا داخلين على عصر جديد. الذكاء الاصطناعي مش هيساعدك بس، ده هيبقى صاحبك وحبيبك وكفاءة. ولو عايزني اساعدك ازاي تثبت شات جي بي تي اطلس وتستخدم الايجنتس، اعمل لي لايك وفولو واكتب لي في الكومنتات اشرح، عشان الفيديو الجاي هيكون تفصيلي جدا. وسلام.